السلام على أبناء السجين الذي صنع من قيوده مفاتيحا لأبواب الحرية. السلام على الشعراء الذين قرأوا ما تيسر من مذكرات دم الحسين بعين الفكر. وتحية من النجف الأعلى إلى السماء التي احتضنت كوكب الشعر جابر الكاظمي. وبعد، في زمن كان الشعر الحسيني يذوبوه حبا في أحواض التيزان، والقصيدة معتقل عفتها بزنازين الخوف وخلف الأسلاك الشائكة. كان جابر الكاظمي يجيد أبجدية الصهيل في براري الغرة، فهو يكتب كما يشاء لا كما تشاء الرياح، بالرغم من أنه يعيش حالة طوارئ. كان يخرج الصمت من المحبر لينتج الحرف الأبيض، ويتكلم باللغة الفارهة لا بلغة الأقفاص. كانت قصيدته أنيقة كنسمة العذراء، ومتلألئة كبارق ثغرها المتبسم. فهو يتداول القوافي الشمسية، ويتعامل مع دكاكين القمر بالكلمات الطازجة بعيداً عن الكلمات المجففة والمعلبة التي قد يفسدها سوء التخزين. فهو يمتلك فماً كسلة الفاكهة، أو قل مصنعاً لإنتاج العطر في زمن التي. وتمكن من نشر ثقافة الإحساس التي تفرق بين خصلة الشعر وخصلة الشعر، لأنه صديقاً لأزهار الحب وحمامات السلام، وحسن أولئك رفيقاً. كان صدر جابر الشعري متناسق الأضلاع، وفي داخله قلب كخاطر الملائكة، ولم يكن في يوم ما إناء للزئبق. لقد كتب جابر ملحمة العطش بلون الماء، وكتب ملحمة الفداء بلون الدم، لأنه رأى الحسين عليه السلام اختص لوحده بعز الحياة ومجد الممات. لقد عشق الجمال النبوي، لأنه لم يرى شهيداً أجمل من الحسين عليه السلام. ولهذا يبتكر الجميل من الجمال، ومؤمناً لا شعر بدون جمال، ولا إيمان بدون محبة، ولا محبة شرعية إلا الحب الإلهي. وهكذا كانت قصائده جميلة، ولم يدخلها إلى صالونات التجميل أو يرشها بمساحيق الإطلاق. فجابر برقته كنسيم العافية يدخل الرئة دون استئذان، وفي تمرده كعاصفة تثير الضخام من الشجر وتقلع الأعشاب الضارة. وبإضاءته يستفز كل أبناء الظلام، لأن فمه مخزنا للفراشات الضوئية. وعرفته البحور، ملاحا درس علم الملاحة، وسباحا ماهرا، بالرغم من أن معين بسيسو يقول السباحة في قطرة حب أخطر من السباحة في البحر.
كان جابر لا يسأل الرماح العوالي عن معالينا، وإنما يذهب إلى معالي كربلاء، إلى منطقة الإشعاع الدموي بشعاله وشعوره بفكره وعاطفته ودمعته الساخنة، ليضع نقاط الدم على حروف القصائد أمام سيد الصبح، هاتفا: من أراد أن يتصل بالله فليقف موقف الحسين عليه السلام، ومن أراد أن يصعد إلى أقصى السماء فهذا طريق السيد العظيم، ومن أراد للشرف الرفيع أن يسلم من الأذى فعليه أن يعمل على تكسير القرون العربية. وهذا جزء من جابر الكاظمي، وهو نقيا كصلاة الفجر، شاعرا لم تتبرج قصائده لتغري عيون المراهقين، واعيا لا كالذي لا يفرق بين الحلاج والحجاج. فجابر منذ نعومة أحزانه وهو مئذنة كاظمية لم يفارقها بدال. فشكرا لمن عشق الحسين بهذا الحب النبيل، وشكرا لمن استضافنا، والشعراء يتبعهم العاشقون.